ايلون ماسك شخصية من اشهر وانجح الشخصيات في العالم. هو اللي بيمتلك شركة سبيس اكس اللي بتعمل صواريخ، وشركة تسلا اللي بتعمل عربيات كهربائية، وشركة اكس او تويتر حاليا، وشركات تانية كتير قوي بيمتلكها ايلون ماسك، وحاجات تانية كتير هنعرفها عن ايلون ماسك في الفيديو ده. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن قصه نجاح ايلون ماسك. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان نعرف السلسله دي عجبتك ولا لا، وكمان ما تنساش انك تدعمني باشتراك وشير عشان المحتوى المفيد ده ينتشر. ويلا نبدا. في جنوب افريقيا تحديدا مدينه بريتوريا في 28 يونيو 1971 اتولد ايلون ماسك. من وهو صغير كان فضولي جدا وبيحب ان هو يستكشف كل حاجه حواليه. مع الوقت ذكائه بدأ يتطور لدرجة ان هو اتعلم اول لغة برمجة وهو عنده 10 سنين بس. بعد ما اتقن البرمجة عمل لعبة بلغة البيزك. المهم انه باع اللعبة دي وهو عنده 12 سنة بس ب $500، يعني 23,000 جنيه تقريبا. مع كل الجمدان بقى ده، لكنه كان بيتعرض للتنمر كتير قوي وهو صغير، وده اثر عليه، بس حاول ان هو ما يتاثرش قوي وكمل في طريقه. بعد لما بقى عنده 17 سنه راح جامعه كوينز في كندا، تحديدا في كينغستون، ومفضلش فيها كتير، وبعديها نقل الجامعه بتاعته وراح لجامعة بنسلفانيا، وفي الجامعة دي أخد بكالوريوس في الفيزياء وعلوم الاقتصاد. وفي سنة 1995 وساعتها كان إيلون ماسك عنده 24 سنة، راح إيلون ماسك لكاليفورنيا عشان يعمل رسالة الدكتوراه بتاعته تحديدا في جامعة ستانفورد. بس بعدها كده بكام يوم طنش وما كملش في الدكتوراه بتاعته. وفي سنة 1999 عمل إيلون ماسك أول شركة ليه مع أخوه كيمبل ماسك، والشركة دي كان اسمها زيبتو. والشركة دي بتساعد وسائل الإعلام والصحف إن هي تنتشر على النت، زي مثلا إن هي يبقى لها قناة على اليوتيوب أو انستجرام أيا كان. لكن برضو مفضلش في الشركة دي كتير قوي لحد 1999 وباعها ب $341 مليون. لكن أكيد إيلون ماسك ما خدهمش كلهم، لأ، هو كان نصيبه في الشركة دي بس 7%، فخد $22 بس، حاجة كده تمشيهم هنا. في 1999 إيلون ماسك بعد ما باع شركة زيبتو راح وعمل شركة تانية أو شارك في تأسيس شركة تانية، وهي شركة X.com. وشركة X.com مش هي الشركة اللي عندنا دلوقتي اللي هي تويتر زمان، لأ، دي شركة تانية زي باي بال كده. الشركة دي برضو بتساعد الناس ان هم يتموا معاملاتهم المالية. والشركة دي اللي هي X.com اندمجت مع شركة كونفينيتي، اللي بعد لما اندمجوا بقى اسمهم باي بال اللي احنا عارفينه دلوقتي. في 2002 ايلون ماسك عمل شركة سبيس اكس اللي بتصنع صواريخ حاليا، وكان هدفه اول ما فتح الشركة دي ان هو يكون مقلل سعر الصواريخ شوية عشان الناس تقدر ان هي تشتريها او المستثمرين يقدروا ان هم يشتروها. في 2003 ايلون ماسك عمل شركة تسلا. هو تقريبا كده كل ما بيزهق بيعمل له شركة. واول ما عمل الشركه دي نجحت في مجال العربيات الكهربائيه. بعدين لحد 2005 ما عملش اي شركات وقال يريح شويه، وفي 2006 عمل شركه سولار سيتي. والشركه دي مهتمه ان هي تحافظ على البيئه، زي ان هم يعملوا الالواح الشمسيه او ان هم ينشروا العربيات الكهربائيه اللي مش بتستخدم بنزين، وحاجات تانية كتير قوي بتساعد ان هم يحافظوا على البيئه. بعديها عمل هايبر لوب، بعديها عمل اوبن اي اي، بعديها عمل شركه ستارلينك، وبعديها اشترى تويتر او اكس حاليا. وسبب نجاح ايلون ماسك وهو فضوله وشغفه تجاه المعرفة، وكمان انه بيحب الحاجة اللي هو بيعملها. وبرده من اسباب نجاحه هو انه بياخد الريسك في حاجات كتير، او ان هو بيضحي بمعنى اصح، لدرجة ان احنا ساعات بنستغرب ليه هو بيعمل كده وايه هو السبب اللي بيخليه ياخد الريسك اللي ممكن يضره. لكن هو من نظره بيبقى شايف حاجة تانية، وبيبقى شايف ان دي ممكن تبقى نقطة نجاح جديدة للشركة اللي هو فيها. وكمان انه صبر كتير قوي، يعني هو موصلش للنجاح اللي هو فيه دلوقتي من يوم وليلة، لا، هو قاعد يعمل شركات كتير وقاعد يشتغل على نفسه ويهتم بدراسته ويهتم بكل حاجة، وصبر وما استسلمش لما فشل او لما الناس كانت بتتنمر عليه. وكل الحاجات دي خلته ان هو ينجح. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش زي ما قلت ان انت تعمل لايك عشان اعرف ان السلسلة دي عجبتكم، وكمان ما تنساش تدعمني باشتراك وشير للقناة عشان المحتوى المفيد ينتشر. وبس كده، سلام.